الجماعة اضطروا يكذبوا عليكي. وليش برأيك ليكذب باران قدامي مراد؟ مجبور يعمل هيك شيء، بينقلوا البنت بلحظتها على مهجع المنظمة. شو هالحكي؟ ونحن شو عم نعمل يعني؟ ياسمينة، كنت ما بدي احكي بس ما قدرت. من زمان ما كنتوا تمروا من جنب المخفر من خوفكم ما تسمعوا صوت التعذيب. ايه خلصت هديك الفترة. خلاص بكفي حاجة تضغطوا على البنت، خليها تعرف تاكل. اثنيناتهم ما بيقدروا يعملوا شيء. بنتي ليلى ما بتسمح لا لهدول ولا لقليل الادب انه يتطاولوا. طبعا ما بسمح لهم بابا. ووصال بدايتين ضحك عليها وحمل حاله وراح. ما كنت بدي احكي بس جلدك حكك. انت اللي قعدته لوصال على هداك الكرسي. بعدين احكي مع ليلى على كيفك. بالله شو كان لازم اعمل؟ تعمل فيه مثل ما عملت باسكندر. وليش انا لا اعمل؟ في عنا مدعيين عامين، خليهم هن يسكتوا وساخة وصال ويحطوه بالسجن. انا بقولها علنا، الزلمه لازم ينحط بالسجن. ما بيصير بالحكي من الهوا، هذا صار مدير، حط الوثائق قدامي لحطه جوا. للاسف ما كانت وظيفتي اني اجمع وثائق بحق الناس وحطهم بالسجن. حكمة تفتح الباب. ليش؟ أصغر وحدة ليلى، الأصغر هو اللي بيفتح الباب. هون ما في مدعية عمي. منقول لك ابني ما فيها لا كبير ولا صغير ولا حتى مجنون. شو ما في لباقة ابني؟ مساء الخير، مراد على مدار هون؟ هون ابني، تفضل، اهلا وسهلا. لا خليه يجي هو. خير ابني، ليش شو في؟ خير؟ تفضل، بدك تشرف معنا على المركز. والسبب؟ هنيك بنشرح لك. طيب. لوين رايح؟ ما رح خليك تروح. بنتي ليلى تعي شوفي. احكي مع حضرة المدعي العام لشوف. امي لا تدخليها للبنت. ليلى شو في ماما؟ هدول جايين قال بدهم يوقفوا ابني مراد. انا بحلها مع الشباب، خلص ما في شي بيخوف، ادخلوا لجوا. فرجيني هويتك لشوف. ليش مين حضرتك؟ المدعي المناوب، فرجيني هويتك. من مين أخذت إذن التوقيف؟ حضرة المدعية، بدنا نحكي موضوع خاص مع الأخ وبعدين رح نتركه. أنت بكرة بتجي لعندي على العدلية وبتاخذ هويتك. لازم يتبلغ رئيس الادعاء وبعدين بتجي بتاخده. ماشي حضرة المدعية، بكرة بروح وباخدها منك. طبعا رح تروح يا محترم. شو عم تعملي؟ انت جنيتي؟ خلص بروح وبحكي معه. إذا عندك شي للحكي بتحكي معي. يا بنتي ياسمينة، شو بدك تشوفي حالك قدامنا قاعدة عم تبهدلي فينا؟ حل عني حكمة حاجة. انت عم تخبص بشي؟ ليلى، لسه ما في حدا بالعالم كله قدر يخليني احكي كلمة. الله يخليكي يا بنتي، خليكي هون. هذا ابني ما عم يحكي شي، بس اكيد في عنده مشاكل مع الحكومة. ابني ليش ما بتتصل برفقاتك وخليكم كلكم مع بعض؟ بابا انت كمان بدك تضغط علي؟ تعالي ماما. شو هاد بنتي؟ التقييم العام لشغل الخشب والمنتجات تبعه. اشتغلت على الوضع عنا بتركيا وعلى الوضع العالمي. بالصفحة الأولى اللي عم يتقسموا السوق عنا بتركيا، وبالصفحة الثانية التقسيم على مستوى العالم. بالصفحة الثالثة شلون رح يكون وضعنا بهالحالة، واقتراحات لنكبر حالنا بهذا القطاع ونقدر ننافس. برافو عزيزتي بريهان، شغلك طالع كتير حلو. بس كأنك لسه ما اطلعت على الملف سيد فكرت.
أنا بعرف الواحد من عينه إذا شغله حلو ولا شغله مو حلو. بنتي أكيد اشتغلتي بهدول الأوراق للصبح، وأبوك نايم عم يشخر وصوته واصل للساحة العامة. حرام لك بنتي، حرام مشان عيونك. أنا هيك بكون سعيدة يا عم. الإنسان لازم يعيش مرتاح بحياته مشان يكون سعيد، ما هيك إبراهيم؟ مزبوط معلم. خلونا نضرب كل هدول الناس وخلصنا يمونا من قصة السوق وبيكون كل شيء لنا. إذا عنا القوة اللي بتمكننا من هالشي بلا ما نوقف أبدا. شو قصدك يعني ما عنا قوة؟ شو عم تقول بنتك؟ البنت عم تقول من وين لوين بدك تضرب الكل. مو البنت، معلش اسمها بريهان. نادولي بيري رجاء. إذا ما رح نشتغل بطريقة قانونية بنشتغل بطريقة تانية. احكولي بالضبط مشان أعرف. طريقتنا مانا قانونية؟ انت ما بتعرفي نحن شو بنشتغل. أنسة بريهان بعرفكن وبعرف الشغل اللي بتشتغلوه. بابا حطني بصورة كل واحد منكم. بريهان عزيزتي، بيناتنا ما في غير السيد ممدوح بيفهم بهي الشغلة. نحن رح ندخل بهذا القطاع من بعد إذنه. السيد ممدوح بيمتلك 5% من القطاع. مزبوط يا بنتي. انت احكي مع السيد ممدوح وتفاهمي معه، والمطلوب منا احكولنا اياه. قديش بدنا نحط مصاري ومنين بدنا نجيب البضاعة وندخل هدول الشوفيرية بالشغلة ولا لا. اما قصة الاجتماعات وهدول الشغلات نحن ما بنفهمها، بس لا ياخد على خاطرك. خالي اجت الشرطة قال بدهم اياك. شو القصة؟ قال جايين لحتى يوقفوك. كنت قل لهم مو هون لبين ما نعرف شو هي القصة. وقفوا بالطرف اللي وراني كمان. شو عم تتغير الأمور؟ لا نروح نشوف شو القصة لكان. يا كبير انتوا لا تزعجوا حالكم، كملوا اجتماعكم عادي. بس بابا ممدوح شو هاي 5%؟ إذا عرفوا العالم بهالحكي بيضحكوا علينا. معقول؟ سووها 50% لبين ما ارجع. الله يرضى عليكم. يا بريهاني زهرة برية، يا أحلى وردة عطفة في المية، رايح ارجع لك عند الصيفية يا كبير. مدعية العامة صديقتنا ورانا بالعدلية كبيرة وقوية. والله لقيت صديقة مزبوطة عزيزي مماتي. لا تقول ما قال لي. العصر عصر المدعين العامين. قلت لابراهيم هاد الحكي مشان يدرس بريهان حقوق. ما سمع مني. ما قلت لك يا ابراهيم؟ خير اخي خير. شو بدكم؟ شو نحن هربانين؟ هي اجينا لعندكم برجلينا. شو لزوم الاساور؟ شو رايحين على عرس يا كبير؟ أهلين مماتي. مين اللي وقفوا لزازا؟ هذا اللي ناقصنا. ماشي يلا جاي. الله يرضى عليك، مشان الله ما تروح. شو رأيك تسمع كلام أبوك وخلي رفقاتك يجوا لهون؟ أمي رجاء لا تبالغي. أنا كمان رايحة. أنت خليكي قاعدة محلك. شو أنا ولد صغير؟ كل القصة إني بدي روح شوف شو صاير. شو بدكن يانا نروح كلياتنا سوا مع بعض؟ خلص أخذت قراري. عابد تعال خدني. جوهر كأنه هالمكان ما بيشبه مديرية الأمن كتير. أنا ما فهمت شي خالي. ليكونوا هدول بدهم يلزقونا لزقات لك جوهر. إذا مو لزقات فأكيد رح يلزقونا شي.
أكيد في كل شغلة في خير من وراها. معناتها ما اجينا لهون على الفاضي. ما راح تحترق يا جوهر قبل ما تلشق الكهرباء. يا عيني يا عيني يا عيني. مين عم شوف قدامي؟ مين عم تشوف يعني؟ لا يكون موسوليني جاي ورانا جوهر. لا خالي، ما في حدا. اهلا وعليكم السلام سيد أويصال. شو قصة هالمسرحية؟ أساور ومشوار على عرس، خير شو في؟ وصلني خبر قالوا لي انه زازا مشتاق للسجن، وبتعرفني انا بحبك من جوات قلبي. لما سمعت انك مشتاق قلت لهم للشباب يجيبوك. انت كنت تحبني مزبوط هالحكي، بتذكر هيك شي. بس بصراحة انا لليوم ما قدرت اني احبك منوب. رح اقول لك اياها من الاخر. ايه معناتها انت بتضل ضيفنا هلا لحتى قلبك يمل منا. بس انا ما بحب الاستضافة عند حدا. ايه بس هي بتكون مضافة الدولة امنا كلنا، يعني بصير ما تحبها؟ الواحد بيجي وما بيحس حاله مرتاح حتى لو عند اهله. ليش؟ شو بس عم ترتاح مع مراد على مدار هالايام؟ قلي ها؟ معلم بلا ما نوقف. إذا في عندك زمور خطر لا توقف. في عندك بالدرج معلم. لا تخبص عابد، صف على اليمين. مساء الخير شباب. مساء الخيرات. اعطونا الهويات والوراء اذا بتريدوا، وانزلوا من السيارة بدنا نفتشها. نحن ما معنا شيء للتفتيش زميل، نحن ما لنا غرب. في عنا اوامر انه نفتش السيارة. هذا مرخص. شو مين في هون؟ معقول؟ خير شباب، شو في؟ شو صاير؟ ما بتعرفوا مراد على مدار؟ ليش عم تفتشوه؟ في بلاغ سيدي، بدنا ناخده معنا على المخفر. نحن رايحين منوصلوا معنا. بس عفوا سيدي. لا تقول لي سيدي. مراد على مدار صديقنا، ما بتاخدوه بسيارتكم. انتوا يلا سبقونا على المخفر. تاخده بالمخفر سيدي. حط له الكلبشات بايديه، خلي ايديه ورجليه هاديين حتى ناخذ راحتنا.
عنا قلت لحالي ما نكون ضغطنا عليه زيادة. شلون ما كان منه غريب عنا، نحن تقريبا زملاء. سألت أوقان كمان، قلت له ما نكون ضغطنا عليه كتير. قال أوقان معك حق معلم. بعدين جانا تليفون، جماعتك هاجمين على المستودع تبعنا. طبعا أنا جنيت وسألت حالي معقول كلامنا ما له قيمة عندك؟ معقول كتير، بس غلط. لو نحن يلي جايين لعندك وقلنا اللي قلناه وانت انزعجت من يلي حكيناه وصرفتنا، كنا قلنا هي نقطة حساسة عند الزلمة، معناتها بلا ما نتدخل بهي الشغلة. انتوا وقتها ما رح تتدخلوا لانكم مالكم قدنا. مفكر حالك قوي يعني؟ شايف يا أوقان، مثل ما قلت لك بالضبط، هذا الزلمة واثق بحاله كتير. انت على مين معتمد؟ يلي معتمد عليه اكيد ما بيشبه واحد مثلك. ما فكرتك تجاوب هيك. حكيه الصح ما هيك أوقان؟ معلم كل شيء له نهاية، واجت نهاية مراد علمدار. انت امتى رح تصير رجال يا أوقان؟ انا ما قلت لك شو ما صار بيناتنا رح نقدر نتفاهم مع مراد علمدار؟ بقدر اعطيك فرصة اخيرة لتضل عايش، هذا تابع لرغبتك. هات لشوف قد حفني. بدك تصير الصبي تبعنا. كيف ما كان انت في إلك اسم، الناس ما بتعرف بأي حالة صرت. نحن بنشتغل عن طريقك وانت بتكسب لك قرشين. انت متعاطي شيء؟ لا يا أوقان، انت ما بتفكر فينا والزلمة بيفكر فينا. كم ساعة صرنا منا شامين؟ الواحد ما بيقول السيارة بدها تمشي وخلص البنزين. انا كنت عم بقول حاسس في شيء ناقص برأسي. رح تصير كلبنا ولا ما رح تصير؟ يا زلمة شو بتحب الحكي؟ إذا بدك تقتلني اقتلني، ما بدك تقتلني قيمنا من العلاق. على أساس مراد علمدار ما بيجيب المشاكل، هذا مشكلجي مثل العادة. ترجاني شوي لحتى أتركك، وحياة الغوالي عندي بتركك بس ترجاني. الحياة شغلة ما بتستاهل إنه نترجى من شانها. صف السيارة على اليمين، خلصني، خلينا نفضي البنزين مثل العادة. شو عملت بحالك لك؟ شو عملت؟ تعال لهون، تعال. انت واحد غريب، لهلا ما بتعرف كيف تسحب؟ شبك. كيف صرت؟ منيح. ولك شو نوعك انت؟ معلم العفو، بدي روح ريح. ايه روح. قلت لي ما بتقطع إشارة مرور بس بتقطع روس. عن جد انت حكيت هيك جملة؟ ايه حكيت. ولك أوقان عم بيقول حكيت؟ عم يفرم. هالمصروع قايل ما بقطع إشارة مرور بس بقطع روس. قلت لك عم يفرم. انت بتعرف تفرم ها؟ قلي. اذا ما قتلتني هلا رح تشوف شو بعرف. اعمل حالك كلب، ما راح تصير كلب؟ ها؟
إذا انولدت مثل الكلب رح بتموت مثل الكلب، وإذا انولدت إنسان رح تموت إنسان. بالطريقة يلي بتعيش فيها بتموت. لا تقتلني، بترجاك خلينا نتفاهم يا مراد. الحياة شغلة ما بتستاهل إنك تترجى من شانها. ميماتي، لازم تجوا لعندي فورا. وين انت معلم؟ اتصل عابد وقال لي انه ماسكينك. التقوا محل ما انفصلنا انا وعابد. اتصلوا من هنيك وانا بدلكم على الطريق. صحيح، جيبوا معكم كريك. كريك شو معلم؟ جيبوا كريك ميماتي. ماشي معلم. جبتوا معكم الكريك؟ شو معلم، قتلت الكلاب؟ ما جبتوا أزمة؟ المعلم ميماتي قال جيب كريك. هذا هو الكلب اللي حكى علينا عبد الحي؟ ايه هدول الاثنين. يعني أنا ليش طلبت منكم تجيبوا معكم كريك؟ شو أنتوا ما عندكم عقل يعني؟ منيح إني جبت كريك معلم. وإلا ما كان بيوسعوا بكيس زبالة. خود اشتغل انت كمان عبد الحي، الواحد بيريح اعصابه. ميماتي. نعم معلم. شلون بدنا ندفن هدول؟ ليش بدنا ندفنهم؟ الصبح بيلاقوا الجثث تبعهم، بيصيروا عبرة للعالم كله. ميماتي، ما عندنا موظفين دولة، ويلي ماتوا موظفين دولة. معلم إذا بدك الحقيقة نحن ما كنا نقوص على موظفين دولة؟ كانوا رح يقوصوني براسي، شو بدك يعني قلهم لا تواخذوني؟ عابد، دفون هدول عن روح أبوك.
انا ايدي ورجلي عم يوجعوني شوي. معلم كان لازم جيب قزمة. روح جيب قزمة من شي محل، وانا حابب اعرف بالتفصيل من المعلم شو اللي صار. انت بلش بالحفر ميماتي وانا بحكي لك. ايه هات. معلم عم بيرن تليفون الجماعة، ما رح ناخده؟ معلم رح يحددوا محلهم، خلينا ناخد التليفون معنا. بلكي بنعرف مين عم يتصل فيهم. شلون ما كان رح نعرفه يا ميماتي. شو رح نعمل مشان زازا؟ خلينا نخلص هاي الشغلة وبعدين منشوف. شو بنعمل بهذا معلم؟ هذا بنحرقه. شو عم يخبصوا هدول هلا؟ ان شاء الله صحة وهنا شباب. يا شباب ممنوع التدخين بالمحلات المسكرة، ما بتعرفوا هالشي؟ بس السيجارة طيبة بعد الأكل. ممنوع ابني، ممنوع. ممنوع التدخين بالمحلات المسكرة. يا معلم برا برد. لك ابني انت ما بتفهم بالحكي. الدولة منعت التدخين وكلنا لازم نلتزم بهذا الشيء. شو انت حارس الدولة؟ شو دخلك؟ لا تخلينا نخرب طعم تمنا. لك شو هالزلمه اللي علقنا معه؟ شو بدك فيه زبلو؟ القوانين بدك تلتزم فيها. إذا بتعرف إنه ممنوع التدخين هون ما بتدخن، عم تفهم الحكي؟ ها؟ افتح لنا هالشباك، خلي الجو يتهوى. صب له الكيس. شلون بتعمل فيني هيك يا يشار؟
شلون بتبيني اسم على اساس انه هيروين؟ ليش مين انت؟ صاحب اوروبا كلها. سم شو؟ المخدرات اللي بعتها مخلوطة بالسم. انا بضاعة نوع اول دائما بيكونوا بدلوها وقت وصلت على بلغاريا. روح احكي هالحكي للمخابرات التركية. لما رح شوفك قدامي مرة تانية رح تكون عم تلفظ اخر انفاسك يا استاذ. اذا بتلبسوا راسي كيس مرة تانية بدي سمم اوروبا كلها. انت اكيد ما بتعرف مين هني شركائي. لك اخي روح لمراد قل له لا بقى تسلم على هدول. انت شو بدك منا ها؟ اللي بدي اياه منك انك انت ما تسلم عليه. انا ما بدي شيء من مراد. طيب هذا جوهر ما بيسلم على حدا، ليش قاعد عم تعذبه؟ خالي اتركهم، عم تفيدني، المي عم تفتح صدري. تحمل اخي تحمل، المي بتفك من فوق لتحت، والالتهاب اللي عندك الا ما يطلع من شي محل. ما بقى بتلتقي مع مراد علندار، بتبطل تشتغل معه. راح يشتغل معه. من شان هيك هلأ جوهر راح يموت بالأول، وبعدين انت. وبعدين انت. خالي فادتني كثير منيح، ما راح احس حالي متحسر على البحر بالصيف. نتساوم انا وانت ماشي. ما بحكي بالتليفون مع مراد علمدار، وهي كرمال خاطر جوهر، ما تفكر اني عم بسمع كلامك. تمسخر لإلك. ماشي خلص، ما عاد احكي مع مراد علمدار بالتركي، راح احكي معه بالزعزين. يا كبير مراد علندار، مو بس ما رح تحكي معه، بدي اياك تنسى اسمه كمان. راح انسى الاسماء كلها، بس اسمك ما راح انساه بحياتي لاني حبيتك. شو صاير؟ ولا شي. شلون ولا شي؟ ليش مغير تيابك؟ لأنه البني آدم بغير تيابه حكمات. شو في؟ عم اقول لك ما في شي، لا تنق علي هيك. ليلى انت منوبة اليوم؟ شو صاير؟ إلي صديق أخده وصال على التحقيق. شو صاير لعقله؟ مفكر حاله شرطي؟ واحد بلا شرف. خلينا نلحقه بلا ما يعمل شي. طيب بتعرف هنن وين هلأ؟ اتصلت ببابا ممدوح وهو بيعرف، وهلأ جاي. انت متخانق مع حدا؟ لا. الظاهر عامل شي بس عم يخبي. طلع على ايدك كيف؟ بنشر معي الدولاب وغيرته. ابني ليكونوا هدول اللي اجوا على الباب بدهم اياك عملوا معك شي. ابني لو حدا عمل لي شي كنت شفتيني هون. لا تضغطوا كتير على الزلمة، خلص بكفي. تعال يا ابني، خد نفس وارتاح لبين ما يجي عمك ممدوح،
وإلا هدول ما رح يتركوك براحتك. منيح انكم عطيتوني خبر. انا رح اعمل اللازم. اتصل بلالا زارة فورا. حاضر. شو ممكن يكون في مشكلة بين يشار والألمان؟ تفضل سيدي. لا عم بتضايق من هدول الألمان اللي بخصوكي. ومن وين لوين صاروا بخصوني؟ شو يا رفيقة، ما بيصير نمزح معك؟ الظاهر انك بالمدينة الكبيرة صرتي من دون روح مثل كل البرجوازيين. هلا انت اتصلت معي لتقلي هالحكي؟ الجماعة الألمان أخذين صديق للمنظمة عم بيشتغل لصالح القيادة. بتروحي وبتجيبي صديقنا من عندهم فورا قبل ما يأذوه. أي صديق ومين أخده وليش؟ جونتر الألماني اللي بتعرفيه كتير منيح أخذ صديقنا يشار من المحل تبعه ومدري وين مخبي هلأ. وصديقنا يشار عم يدير واحد من أهم مصادر دخل المنظمة. طيب وليش أنا ما بعرفه؟ لأنه أنت مالك علاقة بهي الشغلات. البضاعة بتمر ترانزيت من المدينة. بشو غلطان يشار مع الألمان يا ترى حتى أخذوه بهي الطريقة؟ نحن ما بنفهم هيك. الغلط الوحيد هو انه خطف يشار بهالشكل، واذا ما بيتركه فورا راح اخذ قرار بتنفيذ عمليات ضد المانيا. روحي وصلي هذا الحكي لهالالماني. طيب وليش لاعمل هالشي من شانك يا شهميران؟ هالشي مو من شاني، هالشي عم تعمليه مشان القيادة. بس اذا عم تستني تمن مقابل هالشي راح تقبضي التمن ولا يهمك. وبتعرف وين موجود صديقنا يشار هلا؟ ايه رح اعطيك العنوان. أمي ما بدنا نروح؟ لا ابني، عندي شوية شغل. شو هالشغل بهالوقت؟ رح روح لعند واحد فرات. اسمع، الأمور ملخبطة بألمانيا. في زلمة هلأ على حافة الموت بسبب تجارة الهيروين. انت رح تبعد عن هالشغلات ماشي؟ وانت رح تبعدي عن شغل المنظمة؟ كمان هالشغل خطير. فرات أمي، وقت بيتخربط الجو بيصير فينا نربح أكتر، وما حدا بيقدر يعمل معنا شي. أنا إذا قلت إنه ما بيصير تعملها يعني ما بتعملها، وإذا قلت ماشي يعني ماشي. بدكن دلكن على المحل ولا بدكن اخدكم؟ انت دلنا عليه ونحن منروح. بابا أنا مو سألتك إذا في شي وقلت ما في شي. شو بدنا نقول حضرة المدعية؟ شو يعني شو بدنا نقول؟ هاي البلد فيها شي اسمه حقوق. في حقوق ببعض المحلات، بس في محلات ما بيمشي عليها القانون. لولا هيك كنا حكينا لك كل شيء. ليلى، انت لازم تحققي مع وصال مو مع بابا ممدوح. انتوا غلطتوا بحقي، حطيتوني بموقف مو حلو. الزلمة قاعد قدامي وصار يضحك، وفوقها بيقول لي إذا مانك مصدقة نادي الجماعة واسأليهم. انتوا ليش ما حكيتوا؟ كنت زتيتوا بالسجن. ليلى، بكفي الناس عم بيعذبونا وانت كمان بدك تعذبينا؟ خلصنا بقى. أنا بروح لحالي. انت ما بتروحي على أي محل. انت شو إلك شغل؟ السيد ممدوح رايح، هو بيفرجيني على المكان وأنا بعمل اللازم. بابا ممدوح ما بيروح على مكان إلا وبكون معه. مراد ما تتدخل. شو بدك تعمل مشكلة؟ ليلى، بدنا نقضي الوقت عم نحكي والناس تحت التعذيب؟ يلا يلا بابا ممدوح. على اساس بدهم ينقذوك. وينهم؟ انا راح اعطيك رقم موبايل اتصل فيه وحطيه اسمي بالاول. بتأمر امر. عندك طلبات تانية؟ لا زارة طالبة تحكي معك سيدي. الا بعدين بتصل فيها. هي هون وبتعرف انه في عندك ضيف. قال اذا ما بتقابلها فورا رح تكبر الشغلة. لك هدول من الجماعة اللي اكيد ما بيقبلوا موت قتل، مو هيك؟ شفت كيف؟ ان كنت رضيان او ما كنت رضيان انا رح اطلع من هون عايش وعلى رجلي. لا واثق بحالك. ليك اذا بتكون انت صاحب النبع وما بتكون يلي عامل النبع
ما رح تحسن تخلق واحد تاني مثلي. في يشار واحد وبس، هذا اليشار لازم يكون.